السلام عليكم ورحمة الله. هاي مرحبا بكم في هذا الفيديو. باش نحكيو على سيتوياسيون مقتطفة من إكزامان بلون. التصوير كان في سنتر ابن سينا، تقريبا في بعد البوان دو ديبار، أول دورة على اليسار. تبع مع بعضنا في نظرة أولى للسيتوياسيون. هنا باش ندورو على اليسار، في المفترق القادم سنعطف إلى اليسار. يجب الانتباه للسيارة القادمة من الأمام، هي الكهرباء هذه. التصرف متاع المترشح كان صحيح، وقف أعطاه الأولوية للكهرباء البيضاء، ثم واصل سيره إلى اليسار. به نحلو شوية بعمق الوضعية. في المفترق القادم اللي هو المفترق هذا باش ندورو على اليسار. به في الجهة هذه فما دورة على اليمين، يعني جماعة من هنا عنده بلاك تفسح مجال، كذلك جماعة من هنا من اليسار عنده بلاك تفسح مجال. ونحن في الكياس هذا معندناش حتى بلاكة، والمقابلنا ما عنده حتى بلاكة، وبالتالي نحن والمقابلنا إذا كانش ندورو على اليسار تولي الأولوية نرجع قاعدة الأولوية باليمين. والوالد عليه رحمة الله حفظنا منه جملة مشهورة يقول: اللي داير لليسار اللي مقابله يتعدى قبله، اللي داير لليسار المقابله يتعدى قبله، لأنه باش يولي على اليمين. باهي. الكهرباء هذه الكليو واقفة رابضة على التروتوار، معندناش معها مشكلة. هذه كيف كيف على اليسار قاعدة. السيارة هذه حاجبة جزء كبير من الرؤية. شوف هنا تقريبا مانيش عارف شنية فما قدامها تماما، جزء كبير من الرؤية محجوب بالسيارة هذه، خاصة هذوم الكراهب الكبار شوية، معناها أعلى، تكون في ارتفاع أعلى من الكراهب العادية، السيارات الخاصة دوما، وبالتالي تحجب جزء كبير من الرؤية. وما عندهاش فيتر زادا منه، ما عندهاش هنا الزجاج باش نجمو نشوفو من خلال الزجاج فما قدامه. وبالتالي هنا يلزم المترشح ما يبقاش منكمش ورا السيارة هذه، لا ياخذ شوية من بطبيعته هو باش يدور على اليسار، باش ياخذ محور، باش ياخذ لاكس متاع الكياس، وبالتالي باش تبان له الرؤية مغادي. اما من هنا ما يبقاش منكمش وراه. كذلك تاخذ بعين الاعتبار انه السيارة هذه هل هي في بعض المصطلحات ميتة او حية، يعني فواتور فيفونت ولا لا. ايش معناها فواتور فيفونت؟ الفواتور فيفونت اللي هي تبدأ واقفة وفي اي لحظة ينجم الكوندكتور يخرج بها. هنا كيفاش تعرفها؟ معناها رابضة ومش موجود الكوندكتور، او انها حية في اي لحظة تنجم تخرج وما يشوفكش، وبالتالي يصير الخطر. فما كيلكو انديس نشوفوهم، مثلا الفود ستوب. اسكو الفود ستوب هنا يشعل؟ اذا كان الفود ستوب يشعل راهو فما ان كوندكتور داخل العربة ونزل على الفرامل، وكهرباء في اي لحظة نجم يخرج به. كذلك الدخان، هنا ثبت الدخان بتاع الكهرباء، فماش دخان معناها راهي الكهرباء تخدم، والسائق ينجم يخرج في اي لحظة. كذلك التوجيه متاع العجلات الامامية، شوفوا كيفاش العجلة اللي اليمين موجهة لليسار، العجلة القدامية. كنزيدو نقدمو شوية نشوفو، بعد نرجعو العجل كيفاش موجهين. فوالا، شو كيفاش العجل مش مستويين، يعني في اي لحظة السائق هذا ينجم يخرج. وخاصة هنا تبانلو في الجونجل مور، ما كتبانلوش، سامحني، تجي في اللونجل مور ما تبانلوش، ما يشوفكش بالريتروفيزور، واذا كان ما تلفتش راه مش يشوفك، وبالتالي يقع الخطر ويقع ما لا يحمد عقباه. نرجع الى الخلف شوية، باهي تقريبا هنا. فوالا، هنا بلا قلنا ما نبقاوش منكمشين ورا السيارة هذه، لا نبين روحي، انا لازمني نبين روحي، ونشوف زادا نبين روحي للناس، ونشوف العربات الاخرى، نبين روحي للعربات المقابلتني، وانا زادا نشوف شكون مقابلني، نواصلوا. وبالتالي المترشح خذا ما بقاش منكمش بعد على السيارة هذه،
وخذا لاكس. فوالا توا هاي بلاكة فتح مجال، مش باطحة بالكدا، هاي بالضبط لهنا. هذه بلاكة فتح مجال، يعني المفترق هذايا اللي جاي من هنا من المفروض انه يفتح المجال اليمين واليسار اذا كان داير اليسار، اذا كان داير اليمين يفتح المجال الجماعة لهنا. نواصلوا. باهي نلاحظ العربة هذه هنا عنا دوكا، اما انها العربة هذه ماشية طول، اذا كان ماشية طول او دايرة على اليمين. باهي كان داير على اليمين او انها تروكا انه باش يدور على اليسار من هنا تروكا، سامحوني. اما انه ماشي طول او باش يدور على اليسار او باش يدور على اليمين. نحن باش ندورو على اليسار. اذا كان باش يدور على اليسار ما فماش حتى اشكال، تصير كروازمون الاندونيزيان، نحكيو عليها في فيديو اخر. ما نقلقوش بعضنا والا ندورو في شكل هيبربول، هذا يدور هكا ونحنا ندورو هكا، ما عندناش حتى قلق اذا كان داير اليسار. به ما فماش ضوء تغيير اتجاه حد الان. واذا كان داير اليمين او ماشي طول بطبيعة نحن باش ندورو على اليسار باش يولي هو على يميننا، وبالتالي المقابلنا كما قلنا دايرين لليسار يتعدى اقبلنا. واذا كان ماشي طول زاد نشوفو اسكو العرض متاع البلاصة تعدينا زوز او ميم طون ولا. الكيس هذا عريض ما شاء الله يعدي، معناها لوبستاكل هذيا نجمو نبعدو عليها من غير ما نقفو وراها ونتعداو الزوز او ميم طون. به نواصلو. فوالا لحد الان ما شعرش ضوء اتجاه الضوء تغيير الاتجاه. نحب ننبه على حاجة، بعض المترشحين يقولك هو مازال بعيد. راهو في اللحظة هذه يمكن انت تقول مازال بعيد، ما يكفيش الديستانس من لنا باش تقول هو مازال بعيد. الديستانس السرعة اللي جايباها فيتيس دابروش تسمى، السرعة اللي جايباها ناخذوها بعين الاعتبار اولا. والمسافة يعني ما تكفيش المسافة، نجم يكون المسافة بعيدة وسرعة الكهرباء كبيرة برشا، وبالتالي وقت يلزمك تقف حتى يغزروا هو كيفاش، خاطر او موفمون ماشي يقرب ونحنا ماشيين نقربوا البوان باش ندورو فيها. اغزر كيفاش تو ولا قريب ياسر، بالحق من الاول كان بعيد، ولكن فيتيس دابروش عنده دور. شو يعني هنا بالضبط يلزمك تقف، لانه كان نواصل شوية باش نقصوا عليه وهو باش يضطر انه يدخل على الفرامل الرئيسية. به نحنا دايرين اليسار بطبيعة قلنا هو باش يولي على يميننا، وبالتالي يلزم نقف هاكا وقف المترشح. شوف مازال يجري الحاج مازال يجري، وبالتالي قلنا هو على يميننا نستناوه نفتحوا له المجال، هو عنده الأولوية يتعدى هو قبلنا ثم نتعدى نحن. ولكن هنا في هذه اللحظة بالضبط يلزم تعاود تتفقد المرايا العاكسة للرؤية الفوقانية الوسطانية واليسار، لأنه الكياس فريابل في أي لحظة تنجم تتغير برشا معطيات. نجم يكون فما إنسان جاي مدوبل علينا من اليسار في هذه اللحظة بالضبط، يعني وقتها يصير ما لا يحمد عقباه. وتزيد نثبت زادا من مقابلني مرة أخرى، مرة واثنين وثلاثة ومينيموم مرتين نعاود نثبت من مقابلني ومن اللي ورايا بالمرايا العاكسة للرؤية. هذا ما يسمى بالكنترول دي سيرفي. في آخر لحظة نعمل كنترول دي سيرفي متاعي وندور. ما ننساش زادا قبل ما ندور نثبت بالروجار متاعي الدورة متاعي فيهاش مترجل باش يقص، او هل هي مسكرة او عرضني مشكل، يعني وقت تولي تقف قبل قبل ما تدور. هذا هو، نتلقاه ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله.